في لوحة مهمة جدًا لقوها في الشرقية، واللوحة دي تعتبر علامة فاصلة في علم المصريات لعدة أسباب. إيه هي بقى الأسباب؟ هنعرفها في حلقة النهارده. المصريين القدماء كان عندهم حاجة زي اللي موجودة عندنا دلوقتي، اللي هي إيه؟ إن إحنا لمّا نيجي نسجل مثلًا حدث أو معركة أو موقف أو لازم إن إحنا حاليًا نعلن الحكاية دي في جريدة رسمية أو في مكان رسمي. أو إن إحنا نعلن في مكان رسمي عن الحدث ده أو المعركة دي أو. وكذلك المصريين القدماء في أحداث كتيرة حصلت في عهدهم. الأحداث دي أحسن تدوين كان بيحصل في المرحلة دي إن هم كانوا بيدونوها على أحجار. الأحجار دي طبعا تختلف من عصر للتاني ومن أهمية المنشور للتاني وهكذا. أيام المصريين القدماء كانت اللوحات دي لما بنلاقيها بنلاقي نصوص تدل على وجود معارك وإن المعارك دي حصل فيها انتصار. اللوحات دي كتيرة، لوحات كتيرة جدا. لكن في العصر اليوناني ما بقاش في معارك زي ما كانت موجودة أيام المصريين القدماء. كان الموضوع مقتصر على إن الكهنة بيشكروا الملوك الرومان أو بيشكروا الملوك البطالمة اللي كانوا في الوقت ده بيحكموا مصر. فبقى مضمون اللوحات دي مش زي مضمون اللوحات قبل العصر البطلمي. لقينا في اللوحات دي مواضيع مختلفة زي موضوع اللوحة بتاعت النهاردة. في عصر الملك بطليموس الثالث حصل شوية تغييرات في السنة المصرية اللي كانت ماشية بيها، وده خلّى في خلل في الوقت اللي إحنا عايشين فيه دلوقتي عشان تكونوا عارفين. لإن السنة عند المصري القديم كانت مهمة جدًا، لإن من خلال السنة أنت تقدر تعرف الشتا والصيف، تقدر تزرع، تقدر تقلع، تقدر تتعامل مع المناخ بتاع ربنا بطريقة مناسبة أكتر. ففي المرحلة بتاعة الملك بطليموس الثالث حصل الكثير من التغييرات في التقويم المصري، وطبعًا الموضوع ده علشان يتقال كان لازم يتكتب في مرسوم رسمي. فالمصري القديم زي ما أنا قُلت لكم عنده الحجارة هي اللي بتتكلم، وهو ده التوثيق بتاعها. وده ليه نيرفانا علشان من خلال الحجارة دي لما تتحط قدام المعابد الشعب يعرف والناس تعرف. طيب هل مضمون اللوحات دي بيبقى عبارة عن الأمور الفلكية فقط؟ لا. مثلا الملك البطلمي مثلا عمل مثلا عطايا للكهنة في المعابد أو أضاف مباني للمعابد أو عمل إصلاحات في مصر أو فكان لازم الكهنة بتوع المكان ده يشكروا هذا الملك. بيشكروه عن طريق إن هم يكتبوا النص الشكر والعرفان وإعطاء زي ما تقولوا الرتب الكهنوتية والمناصب الدينية للملوك دول. وخلي بالكوا ده كان شرف كبير جدا زمان، يعني كانت السلطة الكهنوتية عند المصريين في المرحلة دي أهم من السلطة الملكية، لأن في العصر بتاع البطالمة كان الملوك مش مصريين. فطبعًا الكهنة المصري معروف إن هو متدين قديمًا وحديثًا، فلو أنت خدت رضا الكهنة إذًا أنت أخدت رضا الشعب المصري، فده كانت حاجة مهمة جدًا. طب رضا الكهنة ده بينتج من إيه؟ بينتج من إن أنت تعمل زي ما تقولوا كده إصلاحات في مصر، إصلاحات في المعبد، إصلاحات في الأراضي الزراعية، مش عارفة إيه، أبصر إيه. الكشف اللي إحنا لقيناه النهارده هو كشف أثري لم يحدث من أكتر من 150 سنة. ليه يا نيرفانا؟ تعال أقول لكم. لأن سنة 1866 لقوا لوحة كانوب اللي هي موجودة في تانيس، وتانيس دي هي كانت عاصمة مصر في المرحلة الأخيرة وكانت مهمة جدا من الناحية الدينية والسياسية. فلقينا فيها آثار كتير جدا، من ضمنها اللوحة بتاعت إيه؟ بتاعت تانيس. لوحة كانوب هي أهميتها تعادل أهمية حجر رشيد للناس اللي مش عارفة، لأن حجر رشيد هو نفس الفكرة، بس الفرق إيه؟ الفرق إن حجر رشيد مصنوع من حجر الديوريت وده حجر مهم جدا، بجانب إن هي مكتوبة بثلاث لغات ودي حاجة مهمة جدا بيستخدموها في فك اللغة المصرية القديمة، بجانب إن هي حجما متهيألي أكبر وموجودة كمان بره، فالبروباجندا العالمية أعلى، بالرغم إن إحنا عندنا نفس النسخة موجودة عندنا اللي هي لوحة تانيث. حجر رشيد طبعا إحنا لقيناه في رشيد فالمكان مختلف. حجر رشيد هو موجود في المتحف البريطاني، لكن لوحة تانيث موجودة في المتحف المصري. الفرق ما بينهم إن
لوحة حجر رشيد كان التقديس والتبجيل هنا للملك بطليموس الخامس، لكن حجر تانيث التبجيل هنا للملك بطليموس الثالث ومراته برينكي وبنته. طبعا اللوحة اللي احنا لقيناها في تانيث كانت زي حجر رشيد مكتوبة بثلاث لغات أو ثلاث خطوط. إيه هما الثلاث خطوط دول أو إيه هما الثلاث لغات؟ أول حاجة الخط الهيروغليفي وده الخط المقدس موجود في الاتنين. تاني حاجة الخط الديموطيقي وهو خط الشعب وده موجود في اللوحتين. تالت خط وهو الخط اليوناني أو اللغة اليونانية وده لغة الشعب، لغة الحكام واللغة اللي كانت سائدة في المرحلة دي، فكانت مكتوبة بالخط الثالث أو اللغة الثالثة. وده ليه؟ لأن اللوحات دي بتخاطب ثلاث شعوب مختلفة. فهمتوا؟ اللي هو الشعب المصري بفئتيه، الفئة الشعبوية والفئة الكهنوتية، والشعب اليوناني اللي كان موجود في المرحلة دي تحت الرعاية بتاعة مصر، لأن مصر كانت في المرحلة دي كانت البطالمة مدخلين اليونان في الأماكن اللي هي في الشمال. فاهمين؟ عشان خاطر ايه التجارة والحاجات اللي خاصة اللي هي يعني فيها. فطبعًا كان لازم برضه يخاطبوا نفس الشعب، فطبعًا وجود 3 لغات خلّى عندنا إحنا كدارسي علم المصريات وبنفُك اللغة المصرية القديمة لغاية وقتنا هذا، إنها تحصل مقارنات ما بين الكلمات والحروف والنطق ومخارج الحروف والكلام اللي أنتم عارفينه ده. فاللوحات دي مهمة جدًا في مساعدتنا في فَك الكثير من الكلمات المصرية الغامضة، لإن خلّوا بالكم لغاية وقتنا هذا إحنا لسه بنفُك اللغة المصرية القديمة، عشان الناس اللي فاكرة إن شامبليون هو اللي فَك، شامبليون ما عملش حاجة، هو بس ادّانا الفكرة ومات. فالمهم اللوحات دي الاتنين مهمين، ففي لوحة مكسورة موجودة في المتحف البريطاني، وفي لوحة عندنا سليمة بس من الحجر الجيري موجودة في المتحف المصري، مش عارفة إذا كانوا نقلوها في المتحف الجديد والّا لأ. طيب اللوحة اللي عندنا مهمة اللي هي لوحة تانيث. طيب إيه بقى اللي حصل بقى؟ بُصّوا، أنا قُلت لكم إيه، إحنا لقينا اللوحة سنة 1866 في صان الحجر في الشرقية، صح؟ اليومين اللي فاتوا بعثة مصرية لقت لوحة مشابهة تمامًا لهذه اللوحة، لكن في اختلافات بسيطة ما بينهم، وده اللي إحنا هنعرفه في الحلقة النهارده. أول حاجة اللوحة اللي إحنا لقيناها في الحسينية في الشرقية في تل فرعون، اللوحة دي من الحجر الرملي. طبعًا هنا هنلاحظ إن نوع الحجر بقى رديء شوية، يعني مش الحجر الجيري ولا الحجر الديوريت، لأ حجر رملي. بجانب إن إحنا لقينا النص مكتوب بالهيروغليفي فقط، مش مكتوب لا بالطموطيقي ولا مكتوب بإيه، ولا مكتوب باليوناني، مكتوب بالمصري فقط، هو الخط الهيروغليفي. وده ليه؟ الظاهر إنها كانت محطوطة في مكان مصريين فقط، يعني مش مكان يحمل أكتر من جنسية، لأ خلّوا بالكم برضك في المرحلة دي كان المصريين قافلين على نفسهم واليونان قافلين على نفسهم، عشان تبقوا عارفين كان كل واحد ليه مكانه المتعايش فيه. فالظاهر إن اللوحة دي كانت محطوطة في مكان كُلّه مصريين. طبعًا إحنا لقينا من اللوحة دي 6 نسخ تانية، فيها المُكتمل وفيها الغير مُكتمل، هي نفس النص بتاع لوحة تانيث بالضبط، بس طبعًا نتيجة إنها مكتوبة بالخط الهيروغليفي فقط، فأكيد هي أصغر حجمًا، مكتوب عليها 30 سطر. لقوها في مدينة قامت اللي هي موجودة في شرق الدلتا اللي هي بتعود لعصر الدولة الوسطى، وزي ما أنا قُلت لكم الظاهر إن دي مدينة مصرية ما كانش فيها أي عناصر أجنبية، عشان كده اكتفوا بإن هم يكتبوها بالخط الهيروغليفي فقط، واكتفوا إن هم يعملوها بهذا النوع الحجري الرديء، لإن في المرحلة دي بدأ يحصل زي ما أنا قُلت لكم بقى في تلصقة في أماكن وأماكن، فالظاهر المكان ده كان يعتبر يعني إيه، من ضمن الأماكن اللي كانت متلصقة. فإحنا لقينا إن الموضوع ده 6 نسخ. طب ليه 6 نسخ يا نيرفانا؟ ما أنا قُلت لكم، ما إحنا بيوزّعوها على المعابد كلّها علشان الشعب يقرا اللي حصل ويعرف الخبر، زي بالضبط كده لمّا أنت بتنشر أي قرار في 3 جرايد رسمية. اشمعنى 3 جرايد رسمية؟ عشان هم اللي موجودين، وكذلك عند المصريين القدماء إن إحنا بنلاقي المرسوم ده قصاد المعبد، فبنعرف الأحداث. فطبعًا ده بيوضّح لينا إن المصري القديم يا جماعة
لسه أسراره بتطلع، لسه في حاجات هنكتشفها. أهمية الكشف ده في إن إحنا هنعرف نقارن اللغات المصرية أو نقارن اللغة المصرية بلغات أخرى، وممكن يحل لنا ألغاز كتير في اللغة المصرية القديمة. طبعًا ده هيخلّينا نعرف نترجم قطع تانية وهكذا. هنعرف طقوس دينية، طبعًا الشكل ثابت عبارة عن لوحة حجرية أو لوحة على شكل نُص دايرة من فوق علشان يرسموا فيها الشمس، قرص الشمس بالأجنحة بتاعتها اللي هي أسطورة شمس المجنحة، ودي لازم تتكتب في الأول زي ما إحنا كده بنكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أي نص. لازم الرسمة دي تكون موجودة في أي نص ديني ملكي. آمم طبعًا الموضوع هنا مهم جدًا وإضافة. تخيلوا لقينا أثر بعد 150 سنة من آخر مرة لقينا نفس الشكل. أتمنى، أتمنى، أتمنى إن يتم عمل، والله بجد، متحف للنوع ده بس من الآثار، لإن خلّوا بالكم النوع ده من الآثار مهم جدًا، هيعرّفكم إن المصري القديم كان دولة قبل ما حد يعرف يعني إيه دولة. أنتم متخيلين؟